يا لهوي. هطلع صوتك دلوقتي وانت بتقول يا لهوي. تسلم ايدك يا زوز، تحفة. الف هنا. تعالوا نعمل مع بعض شوية فتة حلوين جدا قبل العيد كده عشان تحفظوا الوصفة ان شاء الله وتعملوها. اول حاجة دي قطعة لحمة من السن، وطبعا القطعة دي من القطع الطرية والناعمة جدا في اللحمة بحيث انها تكون دايبة كده وحلوة. ومعايا كمان قطعة من الموزة بس دي خروف وانا هطبخهم مع بعض، بس هراعي طبعا التسوية لان الموزة عندي بتستوي اسرع. طبعا هنا انا غليت المية وبعد كده بدأت ان انا انزل باللحمة القطع زي ما انتم شايفين، وبعد كده بحط عليهم اللحمة الموزة. هنا بدأت ان انا اشيل الريم كويس جدا علشان دي خطوة بتخلي الشوربة نقية جدا ونضيفة وكمان لونها ابيض. وبعد كده حطيت بصلاية، ويفضل تحطي بصلة بيضة وتحطي بقى المستكة بتاعتك وورق اللورة وشوية من الحبهان المطحون، ولو عايزة تحطي حبهان سليم مفيش مشكلة. انا بحب احط كمان فلفل حصى علشان ما يغمقش الشوربة، وكمان بحط لها الملح علشان لما بحطه في الاخر بحس ان هي ما اتملحتش قوي، فانا بحب احطه من بداية التسوية ومفيش مشكلة عندي انها تستوي براحتها. وهنا كانت الموزه استوت وكانت دايبه جدا جدا، انا يا دوب لحقتها كده ان هي ما تبقاش يعني نازله من على العظم، جميله جدا جدا. بس اللحمه التانية ما كانتش استوت قوي زي ما انا عايزه فسبتها شويه كمان. وبعد كده بدات اجهز بقى الرز بتاعي، الرز الابيض العادي اللي مطبوخ بالزيت عادي جدا جدا، مش طبخاه بسمنه ولا اي حاجه. هنا جهزت العيش، العيش دوت لبناني بس هي ممكن تتعمل طبعا بالعيش المصري احسن، بس انا ولادي بصراحه العيش ده بالنسبه لهم اخف بكتير، فبحط عليه معلقه سمنه وبقلبه كويس جدا معاها وادخله تحت الشوايه او الفرن ياخد لون ذهبي وبكده يبقى اتحمص. وهنا كانت اللحمه اخدت التسويه اللي انا عايزاها جميله جدا، والشوربه بجد كانت خطيره ولونها زي ما انتم شايفين ابيض شفاف كده وجميل. انا بصراحه بحب الشوربه تبقى باللون ده. هنا بقى اخدت معلقه سمنه حلوه كده، وطبعا هناخد معلقتين كبار من الثوم المفروم. انا كان عندي بصراحه مجمداه في الفريزر واسعفني جدا، حطيت كده وحمرته اخد اللون الذهبي زي ما انتم شايفين. وبنحضر جنبنا بقى ازازه الخل بتاعتنا. انا حطيت الاول نص كوبايه كده وبعدين زودت كمان، بعد كده حطيت له مغرفتين او 3 من الشوربه عشان اخف شويه من لذاعه الخل. وطبعا انا عارفه ان في قسمين من الناس بتحب خل وتوم وناس بتحب الفته تبقى بالصلصه، فلو انت هتحطي صلصه بتحطي عصير طماطم بعد ما تحطي الخل او صلصه طماطم، وبرده بتخففيها بشويه شوربه بتبقى حلوه جدا. كل واحد حسب ما اتعود، احنا في بورسعيد بصراحه بناكلها بالخل والثوم بدون طماطم. وهنا دهنت برده معلقه سمنه كده على اللحمه ودخلتها تحت الشوايه تاخد لون خفيف جدا عشان ما تبقاش ناشفه، انا ما بحبش اللحمه تكون ناشفه، في نفس الوقت كنت عايزاها تاخد لون عشان ما تبقاش شكلها مسلوق. هنا بقى جبت طبق التقديم بتاعي وحطيت فيه العيش على الجناب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدات اخد مغرفه خل وتوم كده وبعدين مغرفه شوربه وظبطت العيش زي ما انتوا شايفين. انا ما كنتش عايزه العيش يكون بايش قوي، عايزاه يبقى نص كريسبي كده. وحطيت كمان الرز وبعد كده حطيت كمان مغرفتين شوربه، وبعد كده هبتدي ان انا ارص بقى عليهم اللحمه. طبعا دي قطعه الموزه حطيتها في النص وبعدين حطيت حواليها اللحمه زي ما انتوا شايفين. واخر حاجه خالص بقى بنحط الخل والثوم على الوش ده. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحه الخل والثوم ده خطيره بجد، يعني بجد العماره كلها بتعرف ان انت عامله فته في اليوم ده من الريحه، وجميله جدا جدا. بصوا شكل الطبق اصلا عامل ازاي. بصراحه انا كنت جربت قبل كده الفته بالصلصه كانت تقيله جدا، وحسيت سبحان الله ان الانسان دايما بيحب الحاجه اللي اتعود عليها، مهما حاولتي تغيري حاجه انت متعوده عليها عمرك ما بتعرفي. فهتلاقوا الناس اللي بيحبوا الفته بالصلصه مش مقتنعين ابدا بالخل والثوم، بس في الاول وفي الاخر احنا لازم نحترم ميول بعض، كل واحد ياكل الحاجه اللي بيحبها. المهم بصوا لي كده على حته اللحمه الدايبه الجميله دي، بصوا اللحمه من جوه عامله ازاي، ما شاء الله حته كانت حلوه جدا جدا. انا بصراحه ما بحبش اللحمه الحمراء القوي دي، بحس ان هي بالنسبه لي يعني كانها تعذيب، ما بتتبلعش بالنسبه لي. وهنا كمان اللحمه الموزه كانت دايبه وخطيره جدا. احفظوا الوصفه عندكم عشان تجربوها قريب ان شاء الله. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك وشير ومتابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.